ده تنين. دي شوربة سفود ب 30 جنيه، انما دي بقى شوربة سفود ب 325 جنيه، انما دي بقى شوربة سفود ب 450 جنيه. يا ترى فرق السعر الكبير دوت هيبقى فيه فرق في الجودة ولا لا؟ تعالوا نشوف. واهلا بكم في احسن شوربة سفود في مصر كلها، وده الجزء الاول. وقبل ما نبدا الفيديو دوت يا ريت تصلي على سيدنا النبي، ويلا بينا بقى نبتدي من الارخص للاغلى. والارخص معانا لا مؤاخذة، لا مؤاخذة ده اسم المطعم على فكرة. وده كده شكل الباكج بتاعهم، معاه نص ليمونة. هي لا مؤاخذة فين المعلقة؟ اكل بايه؟ كده شكل الشوربه. انا عايزكم كده تركزوا معايا. ايه ده يا عم؟ ده ايه حجم الجمبري ده؟ ايه حجم الجمبري اللي في الشوربه ده؟ كابوريا. ده حجم السفود اللي في الطبق. تعالوا كده نبدا بالشوربه ونقول بسم الله. هي شوربه حلوه وغنيه وطعم السفود باين فيها، فهي لا كويسه. بقى كده ندوق الكاليماري. ندوق كده السمك الفيليه. ده كده حجم بلح البحر، لذيذه قوي. حجم الجمبري ده، او حجم الجمبري بصراحه عاجبني. حجم الجمبريايه. ودي ده فيها بطروخ يا جدعان، دي نتي. ودي كانت شوربه السفود من لا مؤاخذه بسعر 266 جنيه. ويلا نخش على اللي بعده ونعلى بالسعر شويه ل 325 جنيه من شريمب زون. وده كده الباكج بتاع شريمب زون. شكل الشوربه يا جدعان عامل ازاي؟ تعالوا بقى نستخدم المعلقه بتاعتنا عشان الشوربه سخنه. بسم الله يا جدعان. الشوربه بصوا دسمه ازاي، الحجم كويس قوي بصراحه. اوه السفود اللي في الطبق يا خبر ابيض. تعالوا بقى ندوق كده الشوربه ونقول بسم الله. طعمها جامد، مظبوطه. كميه الجمبري اللي في الطبق لا، حاطين كميه كبيره. عايزك تبص كده على الكابوريا. يا لهوي، بصوا حجم الجمبري عامل ازاي. بدون مبالغه الشوربه تحفه. بصوا كده السمك الفيليه. بما اني بدات اعرق كده يبقى احنا كده ماشيين صح. ويلا بينا بقى نخش على اللي بعده. وانا عايزك تربط الحزام شويه، لان الشوربه ديت ب 450 جنيه من عند اولاد طقطق. والباكج بتاع اولاد طقطق زي ما انتم شايفين كده. وايه ده يا عم ده؟ ايه ده يا عم ده تنين. ده شكل الشوربه بعد ما صفيناها يا جدعان، دسمه دسامه. وده حجم السفود اللي كان في الشوربه. يبقى فيها واحده استاكوزا صغيره، واحده جمبري بالحجم ده، وقطعتين بلح بحر، وفيها كام قطعه كاليماري على سمك فيليه. بصراحه ديت اقل كميه سفود جت في الحلقه كلها. ممكن يكون عشان قطعه الاستاكوزا ديت. ممكن ندوق كده ونقول بسم الله. دسمه قوي وغنيه، بس ما حسيتش بطعم السفود في الشوربه قوي. بس نخش كده على الجمبريايه. وتعالى كده نخش على الفيليه بلح البحر. هي بتهيألي هي اللي مغليه سعر الشوربه. هي فين بقى؟ قطعه اللحم اللي في الاستاكوزا هي دي. ما كملتش جمبريايه. الو فين اللحمه يا ابني؟ بالنسبه لكميه السفود فيها فما كانتش كتير، وبالنسبه بقى لقطعه الاستاكوزا فكان فيها قطعه صغيره، ولما اكلتها حسيت ان الطعم مش مميز يعني. اما بقى بالنسبه لشوربه السفود ام 30 جنيه فحابب اقول لكم ان هم بيبقوا شويه شوربه كده يا جدعان مش مخدومين خالص. وبس كده يا جدعان، دي كانت المقارنه بتاعتنا واحنا بندور على احسن شوربه سفود في مصر كلها. ده كان الجزء الاول. قولوا لي بقى بالنسبه لكم مين احسن واحد في دول، ومين احسن واحد بيعمل شوربه سفود في مصر.